السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من غير قلي ولا تحمير ولا زيوت كتير هنعمل أحلى صينية مسقعة بطريقة صحية جدا، ما فيهاش كمية زيوت كتيرة، وهتعمليها طعمها كأنك قالية البرنجان في قلب الزيت. وهنعملها بمعلقتين زيت بس. نسمي الله ونبتدي الطريقة. أنا معايا كام واحدة من البرنجان كده، اللي هو البرنجان الأسمر المكعبر ده، اللي هو الرومي. قشرته وقطعته بالشكل ده ورصيته في قلب الصينية. حطيت عليه حوالي معلقة كبيرة من الثوم المدقوق في الهون أو المفروم في الكبة، مش هتفرق. ونزلت عليه بحبايتين من الفلفل الأخضر والأحمر متقطع شرايح، ولو قطعة فلفل حراق كمان أو شطة حراق لو انت بتحبي الحاجة الحراقة. مش بتحبيها حراقة، استغني عنها. بعد كده صفيت الطماطم، ضربت الطماطم في قلب الخلاط ونزلت بيها على طول من شفشق الخلاط على البتنجان بتاعنا، وحطيت ملح وشوية من الكزبرة الناشفة. وده بقى المكون اللي هيخلي طعم المسقعة رهيب. نص معلقة من السكر. هناخد ده كده هيلا هوب على شعلة البوتاجاز. أول ما يبتدي يغلي هنهدي عليه النار ونسيبه يستوي على نار هادية لحد ما يوصل معانا بالشكل ده. خلاص هيبدأ يشرب بقى الصلصة بتاعته خلاص وهتنشف. هننزل عليها بمعلقتين من الزيت وهنسيبها 5 دقايق كده تتشرب كده من الزيت كأنك قليها في قلب الزيت. بعد كده هاخدها احطها تحت الشواية بتاعة البوتاجاز وتطلع معايا بالمنظر القمر اللي حضراتكم شايفينه ده. هتدوقيها مش هتقولي ان المسقعة دي مش مقلية، البتنجان مش مقلي في الزيت. هتحسي كأنها مقلية في الزيت بالظبط، بس بمعلقتين زيت بس، من غير زيوت كتير. زي ما قلنا هتاكلي اكل صحي وطعم جدا. جربوها وان شاء الله هتعجبكم، واترككم في رعاية الله.